وعلى فكرة الثمرة السيئة انت اللي هتقطفيها وتجنيها. يعني يوم ما تقولي لابنك سيبيه يغش سيبيه يعمل، انت اللي هتقطفي الثمرة الفاسدة. يوم فاكرين مسلسل فات الميعاد؟ مش هي كانت بتقول له خليك على طول يا مسعد في ظهر اخوك، انت راجل البيت، انت مش عارف ايه. ساعة ما في مشهد كده كان في المحكمة مع بسمة ورجع البيت، فهو قال لها ايه، انت السبب على فكرة، انا كنت بشوفك بتعاملي بابايا كده، انا كنت بشوفك بتتكلمي بالطريقة دي. فيوم ما هيقلب على مين؟ عليكي انت، لان انت اللي زرعت البذرة دي، انت اللي حطيتيها، فانت لازم هتجنيها، واول واحد هيكون مأذي. اعرفي اللي بترسميه جوه ولادك وبتزرعيه جوه ولادك هتلاقيه قدامك، نيتك بترسم دنيتك. احنا بقى لازم نشير للحاجة الجميلة في الموضوع ده، ان ساعات الحاجات ما تبدو، يعني لا تبدو كما هي عليها. زي ايه؟ زي برج الجوزاء. صدقوني برج الجوزاء ده تقعد معاه تحس ان هو ناويلك على كارثة، بعد كده بعد ما تتكلموا لا الدنيا تمام. مثلا يكلمك بالليل في مشكلة تصحى الصبح هو مش فاكرها. هي الحياة كده. بمعنى الأصح الست دي حبت تعمل حاجة بسيطة قوي تمنعهم من الغش، يا لهوي الدنيا اتقلبت عليها.